انا اتكلم على ريبين سولاقه. ريبين سولاقه اخر مباراه لعبها 13/4. اخر مباراه لعبها 13/4 مع ناديه. ما عنده نادي. ما عنده نادي ويلعب اساسي. وانت عندك 20 نادي في دوري نجوم العراق. وعندك كذلك 20 نادي او اكثر في دوري الدرجه الاولى الدوري الممتاز. وعندك لاعبين كثر، لاعبين عراقيين موجودين خارج العراق، لاعبين محترفين ولاعبين اللي مولودين خارج العراق. على الأقل أنك تبحث عن لاعبين، تجيب لاعبين، تطور لاعبين، هذا شغلك أنت كمدرب. لكنه يعني حتى حالة الطرد أنا أخذتها، راح تحس حتى في المباراة في مؤشرات موجودة أنه قلبي الدفاع غير جاهزين. يعني زيد تحسين هو اللي دا يغطي بشكل كبير على ريبين. في المباراة اللي راحت كان في خلل في قلبي الدفاع، لكنه مع الفوز ومع الأجواء ممكن أنك تتغاضى عن الأشياء السلبية. لكن اليوم أنا ما أريد أحمل أقول أنه هو سبب أنه خسارة الفريق، والفريق ما خسر، لكنه على الأقل كمدرب وكأساس البحث عن لاعبين. ابحث عن لاعبين مثل ما جبت زيد وجبت بقية اللاعبين، جيب ابحث في موجودين، في خامات موجودة في العراق كثيرة. يعني حتى لو نشوف الطرد، حالة الطرد واضح اللاعب ما يقدر يركض. في فارق، كان في فارق مساحة بينه وبين مهاجم الكويت، وشفت انطلاقة لاعب الكويتي سبقه، وحتى الحركة والبطء اللي موجود كان لريبين صراحة مؤشر خطير جدا للمستقبل. لاعب إذا ما عنده نادي مو بالضرورة أنه يكون موجود.